تخيل كده صاحبي تتولد بموهبة جبارة غير عادية، وقوتك ترتفع بمعدل جنوني، ومستويات القوة تلاقيني كاتبها لك على يمينك عشان تفهم القصة. المهم عشان موهبتك دي بيخطبوك لحفيدة عيلة قوية جدا في الدولة، ولما توصل 11 سنة توصل للمستوى التاسع من الدوتشي، وفجأة مستواك ينزل للمستوى التالت وتفضل عليه لمدة 3 سنين. 3 سنين من غير تقدم، علشان بعدها اسمك اتغير من الشاب العبقري لضحوكة ما حصلتش، وتعيش حياتك في تنمر وضحك وسخرية. ومن هنا تبدأ قصة بطلنا شياو يان. في البداية عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان الكريم. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. ده شياو يعني شاب عبقري وموهوب من هو صغير، بس خلاص يابا ده كان زمان. دلوقتي هو حته عيل فاشل وكحيان وما عندوش حتى القوه يحمي نفسه. كان من هو صغير مسمينه الشاب العبقري، وكانت عائله الشياو كلها حاطه فيه الامل انه يرجع مجد عائله الشياو تاني، بس للاسف تراجع مستواه وما عرفش يدمج قوه روحه مع جسمه، وبعد 3 سنين تراجع مستواه ل3 خطوات. وكانت صدمه لعشيره الشياو كلها. الشياو يعني اللي كانوا يقولوا عليه في يوم الشاب العبقري دلوقتي عيل زباله كله بيتريق عليه. وبينما شياو يعني يمشي في امان الله، بيسمع الشيخين دول هما يتكلموا مع والده اللي هو رئيس عائله شياو، وبيحرضوه على ابنه، وبيقولوا ان هو حته عيل عار على العيله كان لازم يطردوه من العيله، وبيقولوا اللي مصبرنا عليه لحد دلوقتي هو خطوبته من الانسه لنالان. اوبا اوبا اوبا، انتوا سامعين اللي انا سامعه؟ شياو يان خاطب الوريث لحكم عائله نالان، ودي زي ما قلت لك عيله قويه وبتنافس العيله الحاكمه. بس ازاي؟ ده عيل كنافه ما في حيلته حاجه، بس هنعرف بعدين. لذلك ولد شياو يان يدافع عن ابنه وبيقول انه ذكي وانه حاط امله فيه. هو ده الاب ولا بلاش ونعمل اب والله يا عم شياو. شياو يان يسمع الكلام ده ويزعل كده في نفسه ويروح اوضته ويتضرب للمره الالف انه يندمج مع روحه ويعدي ليل كله، ولما يطلع النهار ويكون خلاص هيعملها، بس تفتكر عملها؟ لا والله. يتعصب الشيويان ولكن لسه عنده امل. وبعدين يجي واحد للشيويان ويقول له انه والده عايزه عشان خاطر فيه ضيوف مهمين، ويروح الشيويان لهناك وخمن مين الضيوف دول. ورئيس عائله نالان ومعها شيخ من العيله، وبيدخل الشيويان والكل باصين عليه بجرف وسخريه الا شيون ار. وبعدين يدي الشيويان التحيه لوالده، فبيقول لوالده ان هو يقعد في مكان ويبص الشيويان حواليه بس ما يلاقيش مكان ليه، وده كان تخطيط من الشيخ التاني عيلتهم لهدف احراجه وكده بس. فبتلحق شيون ار الموقف وتنادي على شيويان يقعد جنبه، وبعدين توقف ورئيس عائله نالان واللي اسمه بالمناسبه نالان يونران، وتعرف عن نفسها للعم الشياو. فبيفرح عم الشياو ويرحب بيها، وبعدين يقوم الشيخ اللي مع نالان ده ويتكلم باحترام مع العم الشياو ويطلب منه طلب، وباين الاحراج والقلق وهو بيكلمه. بس الاول بيقول انه زعيم عائله نالان حاطط امال كبيره على حفيدته نالان يونران، وعايز يدربها وكده عشان تكون الزعيم من بعده، وعايزين من الانسه نالان تركز على تدريبها وزراعتها لقوتها، علشان كده احنا عايزين يا ريت لو تقدر تلغي الخطوبة بين الشياو يان والآنسة نالان. فبيتعصب العم الشياو، ولكن الشيخين اللي معاه باين عليهم الفرحة، وكل الحاضرين بيقولوا انه شياو يان يستاهل وما عندوش موهبة، ده حتة عيل زبالة، بس كده بيحرج عائلة الشياو. بس اتعصب العم الشياو يظهر قوة مرعبة بتهز المكان كله، بس الشيخين دول بيهدوه. وبعدين بيسأل العم الشياو الآنسة نالان لو زعيم عائلة نالان موافق على إلغاء الخطوبة، فبترد نالان انه جدها مش موافق، بس ده مستقبلها وده قرارها وهي حرة في قرارها. فبيقعد العم الشياو على كرسيه وهو مكسور الخاطر ومصدوم، فبيقول العم الشياو انه بيحسد عائلة نالان انها معاها بنت زيك، ويقول انه لا يستحق انه يكون عمها وكده ويكون مجهور ومكسور خالص. وبعدين يطلع حبة دواء تقدر تخلي اي حد زي شياو يان ما يعرفش يندمج مع قوته الروحية انه ينجح في الاندماج، وعايزين يدوها لعم الشياو كاعتذار وكده. بس خلاص طفى على الكيل. هل تفتكر شياو يان هيسكت على ده كله؟ لا والله. بيقف الشياو يان ويقول لهم يرجعوا بيها تاني، احنا مش عايزينها. فبيتكلم شيخ من الشيوخ دول يسكت الشياو يان ويقول له انه ملوش حق انه يتكلم. فبيرد عليه شياو يان ويقول له لو لغوا الخطوبة من حد من ابنائكم كنتوا هتردوا بنفس الرد ده. فيتعصب الشيخ ده، بس تتكلم شيون ار وتقول له انه شياو يان معاه حق، وبعدين هو متورط اصلا هنا، فاقعد على حدك ومالكش دعوه. فيسكت الشيخ وما يقدرش يرد بنص كلمه على شيون ار، ولو ما تعرفش بس شيون ار قويه فشخ يا صاحبي. وبعدين يكمل الشيويان ويقول لنالان انت بتقولي انه جدك مش موافق على الغاء الخطوبه، ولسه ما كملش، فبترد عليه وتقول له انه جده ملوش دعوه بالخطوبه. بس يرد الشيويان ويقول لها وانا والدي مش موافق برضه، ووالدي وجدك هم اللي خطبونا لبعض، وبيقول انها لو بوظ الخطوبه كده انت بتحترميش حد فيهم. فبترد نالان وتقول له انت عايز ايه عشان تلغي الخطوبه؟ راح ازود لك حبتين دواء مع الاولى. فالشيخين الخرفين دول اتصدموا. وبعدين تكمل وتقول له كمان راح اخليك مجند في عيلتنا وراح تتعلم اساليب متقدمه. فتعصب الشيويان ويرفض، بس يجي الشخص ده ويرفع سلاحه على شيويان. فبتنزل نالان سيف الشخص ده وتقول للشيويان سواء وافقت او لو ما وافقتش هتتلغي الخطوبه.
ايه يا ابني، مين العريس والعروسه بالظبط؟ حيرتونا في يومنا ده. المهم يتكلم الشيو يان بعصبيه ويقول مش مهم لو فقد شرفه، اما شرف ابوه لا، هيتبعوه الناس ازاي بعد كده لو الغى الخطوبه؟ فبترد نيلان انها كانت غلطانه بس هتاجل الموضوع بعد 3 سنين وراح يتقاتلوا مع بعض، ولو هي فازت هتلغي الخطوبه ولو هو فاز هيشيل العار عن عيله شياو. فيدخل عم الشاو يقول لها انت عارفه الظروف اللي فيها شياو يان، ازاي عايزه تبرزيه وهو كده؟ فبترد عليه نيلان وتقول له لازم واحد يتحمل العواقب، وانا بقول كده بس عشان خاطر تحمي شرفها او الغي الخطوبه الان. وبعدين يتكلم الشياويان وتقول له ايه رايك، موافق ولا خايف؟ فبيرد الشياويان ويقول صح انه عيلتكم قويه بس انا لسه صغير وقدامي وقت طويل اتعلم فيه، انت ليه شايفاني مش هتغير في المستقبل؟ شين ار بتشوف الشياويان وهو يتكلم وفرحانه بيه خالص. بيكمل الشياويان ويقول لها احتراما لجدك قولي له مفيش حاجه تثبت على حالها وبلاش تنامر على الفقراء والضعفاء. والعم الشياو فرحان باللي ابنه بيقوله. وانا لام في الجنب التاني اتعصبت وتقول له مين انت عشان تقول لي كده؟ انت دلوقتي حته عيل زباله ملوش لازمه. طيب لو انت كنت شايف نفسك كويس هنشوف هتعرف ازاي تغير من نفسك، هكون مستنياك بعد 3 سنين. وتكمل بعصبيه وتقول له لو عرفت تهزمني هكون عبد ليك، بس لو غلبتك هتلغي الخطوبه وتسلم لي عقد الخطوبه وانت ساكت. يا عمري ده انت هتتفشخي بعد 3 سنين. فيرد الشيوان ويقول لها انه مش مهتم بيها وكده كده مش هيتجوزها بس هيقاتلها عشان شرف ابوه. وبعدين يمسك قلم ويكتب على ورقه ويبصم عليها بدمه انها مش هيكون ليها اي صله او قرابه او علاقه بعشيره شياو ويرميها لها على الارض. فتتعصب اكتر وتقول له انت مين عشان تنكرني؟ المهم شيوان يروح لوالده ويقول له انه بعد 3 سنوات هيفوز. فيرد عليه ابوه انه واثق انه يقدر يتغير ويكون اقوى وهيثبت نفسه. وبعدين يمشي شيوان وهو طالع يقول لنالان انه بعد 3 سنوات هيجي لها وبعدين يمشي. وبعدين العم الشاو يقول لهم انهم يقدروا يمشوا وهم ماشيين توقفهم شون ار وتقول لنالان اوعي تندم بعد 3 سنين، ما تفتكريش نفسك انك تقدر تعمل اي حاجه لانك من عائله نالان وتلميذه عائله نيونران. قاره دوتش فيها ناس كتير اقوياء واقوى منكم. المهم الشيخ اللي مع نالان لما يلاحظ شون ار ياخد ديله في اسنانه ويمشي. ونرجع لشيوان هو زعلان على نفسه ومره واحده يدخل عليه والده يقول له مالك لسه بتلوم نفسك على اللي حصل وبيضحك معاه وكده. وبعدين يقول له انت راجل استرجل كده وما تكونش عامل زي البنات. فيقول له شيوان انه ما فشلش بس انه يحسن قوته بل وكمان ضرب شرفه قدام الناس. فبيضحك ابوه ويقول له انا شايف انك عندك مشاكل في تحسين قوتك بس احنا عشيرة الشياو ما نستسلمش، ما دمت انت عايش دور على حل وهتلاقيه. وبعدين طلع له حبه دواء وقال له اشتراها من مزاد وهتساعده في تحسين قوته. فشياو يان اتحرج ياخدها من ابوه فابوه يديها له ويمشي. وهنا شياو يان يصرخ في صمت امتى اقدر اعدي اللي انا فيه ده واكون اقوى؟ ومره واحده يسمع اللي يقول له يا ولد شغلك كده محتاج مساعده. فيتخض الشيوان ويبص حواليه مين اللي يتكلم؟ فيرد عليه يقول له مش مهم انا مين، المهم ان انا مش هاذيك. واخيرا بعد سنين لقيت الشخص اللي عنده قوة روحية كافية. ولسه شيوان يلف حوالين نفسه فيقول الصوت المجهول خلاص كفاية تدور عليا انا على صباع ايدك. فيبص شيوان على الخاتم اللي في صباعه ويكمل الصوت المجهول انه مش خايف منه وشكرا ليك على كل حاجة عملتها في ال3 سنين الاخيرة. فيستغرب شيوان يقول له انت اللي كنت السبب في عدم قدرتي في التقدم في ال3 سنين الاخيره وطلعت مستخبي في الخاتم بتاعي. فيرد صوته المجهول يقول ان هو صاحب الخاتم ده بس الخاتم اختار صاحب جديد ليه بنفسه، اكيد مكتوب لنا ان انا انت نجتمع مع بعض. فيتعصب شيوان ويرمي الخاتم لبعيد بس تفتكر كده خلاص لا والله لسه بيلف الشيوان ويلاقي الخاتم طاير وراه. وبعدين يطلع منه روح لشخص عجوز. وقبل ما نكمل عشان ما تتوهش مني تعالى عارفك مين العجوز ده ونرجع لسنين كتيره لورا ونشوف العجوز ده واللي اسمه بالمناسبه ياو تشين بس نختصر اسمه للمعلم ياو. وكان معاه تلميذه بيقاتل الشخص ده وكان متفوق المعلم ياو بس في هجوم بيروح على تلميذه فبسرعه المعلم بيصد الهجوم. بس هنا بيحصل اللي محدش يتوقعه، المعلم ياخد طعنه من تلميذه من الشخص اللي يعتبره زي ابنه. انت عيل سافل وناكر للجميل يلا. المعلم بيضرب الشرير ضربه قاضيه هو مطعون ويقول ليه ده انا اعتبرتك زي ابني. فيرد عليه ويقول له ده كله بسببك، بسبب انك ما عطتنيش مهارة اللهب ومحتفظ بيها لنفسك. فيقول له يعني انت غدرتني بسبب مهارة؟ وبعدين يضرب المعلم الضربة اللي بتجيب اجله. وهنا عرفنا قصة المعلم ياو اللي ظهر للشيويان بالظبط. فضل خسر يا الجزء اللي فات وعرفنا فيه ان صاحبنا شيويان كان ضعيف وخسر موهبته وكل الناس باصين عليه بسخريه واحتقار. واللي زيد بله لما جت نالان كانت عايز تلغي خطوبته وده صدم الكل بس شيويان اعترف. بس اقترحوا فكرة القتال بعد 3 سنين ونتيجة النزال ده هتحدد ان استمرت الخطوبة ولا. وبعدين بنشوف المعلم
المعلم ياو اللي غدر بيه تلميذه وقتله. ظهر للشيويان عن طريق الخاتم اللي كان معاه، بس دي كانت روحه. وهنا يظهر ضعف الشيويان الفترة اللي فاتت، وده بسبب ان روح المعلم كانت بتتغذى على قوة الشيويان. وهنا اقترح المعلم على الشيويان انه يدربه وانه يكون المعلم بتاعه. وبس وقفت لحد هنا في الجزء اللي فات، ونكمل بقى والمعلم ياو يقول للشيويان انه كيميائي، والحبوب اللي ترفع مستواك اللي عرضوها قدام ابوك دي حاجة تافهة بالنسبة له. ولو مش عارف يعني ايه كيميائي، الكيمياء ده هو الدكتور، بيعرف كل الادوية ويعرف يصنعها، بس هنا الادوية هي اللي بتساعد الشخص على انه يكون اقوى، وغرض العلاج حاجة كده ثانوية. المهم الشيويان مش مقتنع بالكلام ده قوي، بس بيقول يصدق ويشوف مش هيخسر حاجة يعني. ويقول يا عم انا مصدقك، لو عرفت خليني اوصل لمرحلة دوزي في سنة هخليك معايا في الخاتم. بس الحلو هنا انه المعلم بيقول للشيويان انه هيكون المعلم بتاعك خلاص، يعني انت هتكون تلميذي، امال هعلمك الطب وادربك ازاي. بس الغريب هنا الشيويان يقول ليه يا عم انت ناديك بمعلم، حاجة غريبة والله. بس الشيويان يقول في نفسه انا ما قدمش حل، وقوتي تراجعت وما عرفش اجيب موارد. بس الشيويان وافق وعمل تحية احترام للمعلم بصفته خلاص اصبح تلميذا له. فالمعلم بيقول له هخليك تجمع لي موارد عشان اعمل لك الدواء اللي هيخليك ترجع قوتك بسرعة، وحاجة تاني كمان اوعى حد من عيلتك يعرف بوجودي. هنا وقف الشيويان ورجعت له شرارة الامل تاني، ويقول الآن يمكنني زراعة قوتي من جديد يا أبتي. وبعدين تيجي شيون آر وتشوف الشيويان مبسوط وتقول له شكلك مش عايزنا نخف همك شوية، فبيقول له المشقة والتعب بيبنوا مش بيهد، مش كده ولا إيه؟ فبتقول له شيون آر أكيد وأنا واثقة إنها هتندم. فبيقول له الشيويان إنه يعتذر ليه عشان خاطر المشاكل اللي سببها لها ال3 سنين اللي فاتوا، ويقول لها كمان إنه اكتشف مشكلته ويقدر يرجع يزرع قوته من تاني. فهي تفرح وتقول له إنها واثقة فيه إنه يقدر يرجع قوي بسرعة ويقدر يرفع راسه قدام الناس تاني. وتاني يوم ياخد الشيويان الشيون آر ويمشي في السوق، ويقول للشيون آر إنه عايز يجمع اعشاب طبيه وكده، وفعلا تلف معاه شويه، يلعبوا شويه، يشتروا شويه وكده، فسحوا عن نفسهم يعني. ومره واحده شوفوا السوق هدي فجاه، وتقول الشيون ار انه ده مش طبيعي. فبيقول لها الشيويان ما تشغليش بالك وتعالى نكمل نجمع اعشاب طبيه. وبعدين هم بيشتروا، يجي واحد رخم كده ويقول معقول الشيويان الموهوب بتاع عشيره الشياو؟ يا سلام ايه الصدفه الحلوه دي. لا وسمعت انك اختبرت قوتك كمان ونتيجتك طلعت الدرجه الثالثه من دوزي. ياه قوتك ما اتحسنتش من 3 سنين، لسه قاعد زباله زي ما انت. شيون ار كانت هتتدخل بس الشيويان وقفها وقال لها ما ترديش عليه، ما تنزليش لمستواه. بعدين يكمل الجدع ده ويقول ايه ده انت بتشتري مواد طبيه؟ انت عايز تعالج ضعفك ولا ايه؟ طيب ما تيجي لسوق عيلتنا، جبنا كيمياء هناك عشان خاطر كده موادنا الطبيه احسن من موادكم هنا. ومن اول الناس تسمع الكلام ده تيجي هناك تشوف المواد دي. صاحبنا جاي يعمل دعايه في سوق عائله الشياو. ويكمل الجدع ده ويقول ال3 عائلات بيثبتوا نفسهم في السوق، ويقول للحاج والدك يخلي باله بقى. وايه اتلغت خطوبتك؟ طبيعي يا ابني انت تستحقش الانس الاعلان، ولسه شيون ار هتضربه. فيمسكها الشيويان ويقول لها سيبيه، هو اهاني بس انا مش هرد الاهانه، راح اثبت نفسي قدام الخلق دول كلهم. وبعدين نشوف الشيويان ماشي مع المعلم بتاعه ومتضايق وكده. فبيقول له المعلم ايه متضايق ليه؟ فبيقول له والله انا قلقان على عيلتي، فبعد ما الفجريه دي لغت الخطوبه فعيله جيلي كلان بتخطط لحاجه. فبيرد عليه المعلم ويقول له يعني انت بدل ما تفكر في تحسين قوتك قلقان لي على عيلتك؟ يا حبيبي العالم ده القوي يقدر يعمل اي حاجه، انت بس تدرب واصبح قوي ومشاكلك كلها هتتحل، بسيطه اهو. فهنا الشيويان تتغير تعبير وشه ويبص للمعلم ويقول له مش انت كيميائي يعني تعرف تخلي ادويتنا احسن؟ فبيرد المعلم عليه ويقول له اكيد بعرف بس هخليك انت تعمل الكلام ده بايدك. فيستغرب الشيويان ويقول له انا هعمله ازاي ده؟ فالمعلم بيقول له مش انت عايز تبقى كيميائي؟ خلاص انا هعلمك، بس لما توصل لمرحله الدوزي انا هعلمك كل حاجه. فبيرد الشيويان ويقول له خلصانه يا عم، بس معاك طريقه الان تحسنني في زراعتي؟ فبيقول له المعلم امال الادويه دي جايبينها نتفرج عليها؟ الادويه دي عامل خارجي بتحفز زراعتك، وتدريبك بقى عامل داخلي. وهنا نشوف المعلم ياو بيضرب الشيويان بالصوت كتدريب ليه. تدريب ايه ده يا عم؟ تحس المعلم بيطلع غله فيه على هيئه تدريب. والشيويان يصرخ ويقول له ده تدريب ولا تعذيب حرام عليك. فبيقول له المعلم لازم يدرب جسمه عشان خاطر القوه البدنيه ليها دور كبير في الزراعه، وبعدين اللي بدربك بيه ده بيقوي خطوط الطول في جسمك اللي هيخلي زراعتك احسن بكتير. ويفضل بقى على الكلام ده نص سنه كامله. وفي الفتره دي سوق عائله الشياو تدهور خالص علشان عائله جيلي كلان حضرتها جايبه كيميائي مخلي الحاجه عندهم جودتها فل الفل. واصلا عائله جيلي كلان عايزه توقع عائله الشياو وتستولي عليها. ونشوف بقى زعيم عائله جيلي كلان ومعاه زعيم تاني شغالين يمدحوا في الكيميائي ده لانه وقع سوق عشيره شياو وكده. وبعدين يطلب الكيميائي نص ارباح التجاره دي. استغل موقفه بقى وطمع في الزياده، ودول عشان خاطر مش عارفين يستغنوا عنه فوافقوا. وواضح انه الكيميائي ده نسوانجي يا صديقي، كان طول الوقت بيتحرش بالخدمه وهو ماشي خدها معاه تسليه شويه. رمضان في رمضان. ويتكلم العيل الرخم ده ويقول لابوه ليه وافقت على طلبه. فبيقول لابوه سمعت انه عشيره شياو معاهم بنت حلوه اسمها شيون راح نقدمها له كجزء من الارباح. وبعدين يعدي موسم ورا موسم ونشوف المعلم لسه بيدرب الشيويان. وبعد كده ينط الشيويان في الهواء وهوبا بوكس يدمر حجر عملاق، ويكون فخور الشيويان بقوته بعد العذاب ده. وبيسال معلمه هو ازاي بيفرقوا بين الكيميائيين. فالمعلم بيقول له الكيمياء بتكون ناره صفرا خفيفه وكل ما اللون يغمق يكون مستواه اعلى. فيجي الفضول الشيويان ويقول لمعلمه ايه لون ناره؟ فالمعلم بيطلع ناره فتكون ازرق داخل على
الابيض كده زي التلج، واصلا المكان حواليه بيتجمد، فبيتصدم منها الشويان ويكمل المعلم ويقول كلامي ده على النار العاديه، ولكن في نوع تاني اسمه اللهب السماوي، وده مش بس اقوى من النار العاديه وتصنع الحبوب احسن، لا ده حتى لو عدوك بنفس مستواك القتالي ما يقدرش يخاطر ويهجم عليك. والنار اللي معايا نار سماويه واسمها لهب العظام المتجمده، وتصنيفها رقم 11 من اللهب السماوي. وهنا نعرف انه اللهب السماوي ده متصنف في الارقام، وكل ما كان الرقم اصغر كل ما كان اللهب اقوى. ويكمل المعلم ويقول للشويان انه لسه قدامه طريق طويل عشان يتعلم كل ده، بس لما توصل لمرحله دوزي راح اعلمك كل ده وهعلمك الكيمياء عشان خاطر تكون كيميائي، ودولك عايزين انك توصل لمرحله دوزي بسرعه عشان في مهاره راح اعلمها لك لما توصل. وهنا الشويان بيقول لمعلمه هو انت فعلا هتعلمني التقنيه دي بجانب اللهب السماوي؟ وبعدين بيقول برضه هو انت ليه قبلتني كتلميذ؟ فبيسرح المعلم لما الشويان يقول له كده، بيفتكر تلميذه اللي غدره، وبعدين بيرد على الشويان ويقول له مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس ما تخافش مش هاذيه. وهنا بتكون لحظه كده شبه عائليه بين الشويان والمعلم ياو. بعدين بتيجي شيون ار ويستخبى المعلم في الخاتم، فشيون ار جت تسال على الشويان قلقت عليه وهو ليه فتره غايب، وبتلاحظ اثر الجروح على جسمه وبتساله من ايه. لسه كان هيفضح المعلم ولكن مسك لسانه وقال انه ضغط على نفسه عشان يخترق المرحله التاسعه من دوتشي، فبتقول له الوصول للمرحله التاسعه صعب ومحتاج وقت، سيبها تاخد وقتها الطبيعي وما تتجاوزهاش بالقوه. وهنا كانت واضحه نظرات الحب بين الشويان وشيون ار. المهم الشويان ينام، ولما تلاحظ شيون ار العلامات تاني على جسمه بتعرف قد ايه هو بيتعب عشان يكون اقوى، فبتقرر تزود طاقه من عندها تساعده على اختراق المستوى التاسع. اما بالنسبه ليها فما تخافوش عليها عشان زي ما قلت لك قبل كده انه شيون ار قويه فشخ يا صاحبي. وبعديها بشويه يخترق الشيويان المستوى التاسع وهو نايم، ويقوم مفزوع بس يفتح عينه ويشوف وش شيون ار القمر ده، فبيقول لها شكله اخترق المرحله التاسعه، فبتقول له انه رائع وتمدح فيه وتقول له كده لانه اخترق وهو نايم اصلا، وهو ما يعرفش انها كانت السبب في كده اصلا. ويقول لها الشيويان خلاص فاضله خطوه واحده ويوصل للدوزي، فبتقول له شيون ار اكيد وواثقه انك هتعملها. وبعدين يسالها الشيويان عن حل عشيره الشياو، فبتقول له الوضع خطير ومش مطمن خالص، حبوب جيلي كلان استحوذت على كل اعمال السوق، لا وكمان جايين يعملوا مشاكل في سوق عائله الشياو. فيتعصب الشيويان ويقول في انهم فعلا ما يعرفوش حدودهم، فبياخد الشيويان الشيون ار ويرجعوا للسوق. وبعدين نشوف العيل الرخم ده مع الكيميائي بتاعهم وبيدوسوا على علم عشيره الشياو، وبيمدح الكيميائي على شغله اللي خلى عشيره الشياو بالوضع ده. وبعدين يقول الكيميائي انا عملت كل اللي اتفقت عليه، فين بقى الشيون ار اللي قلت لي عليها؟ فبيرد عليه ويقول له ما دام احنا بنزود المشاكل عشيره الشياو هتظهر وهتقدر تشوف شيون ار. فيقول له الكيميائي طب يلا كسر السوق ده، فبيجي تاجر ويترجى الكيميائي انه ما يدمرش السوق، فبيديله بالرجل ويقول له ازاي بتقف في طريق يلا ما تعرفش ان انا كيميائي ولا ايه؟ ويقول يلا كسروا عظمه. وبعدين يوصل الشيويان وشيون ار، وبتقول الشيون ار الزباله هتفضل زباله حتى لو كانت كيميائي، انت بقى اللي تتباهى بمهاراتك اللي زي الزفت دي. وتقول له كمان كما قال الحكيم الشيويان مره انت لست سوى. وهنا تبص الناس على الشيون ار وتقول دي بتتحدى الكيميائي، شكلها عشيره الشياو هتقع خلاص. فبيقول له الشيويان انت جبتي كرامته على الارض، فبتقول له اتعلمته منك. وبعدين يتصدم الكيميائي من جمال الشيون ار، وبيقول للي معاه هي دي شيون ار؟ فبيقول له بالظبط. فبيقول له طب مستني ايه، روح هاتها لي يلا، بمجرد تكون ملكي هقضي لكم على عشيره الشياو، وبالنسبه للي معاه ده شلوه. وبعدين يروح الغبي ده ويقول للشيويان سلم له الشيون ار وراح يسيبه يعيش. وهنا بتتريق الناس على الشيويان ويقولوا سمعنا انه لسه في المرحله الثالثه من الدوتشي مش قادر حتى يحمي صديقته. وهنا التريقه بتزيد من حواليه، فيبتسم الشيويان ويسحب صخره من جنبه وفجاه بوم في صاحبنا ده. ويلاحظ المعلم ويقول للشيويان شكلك بتحب النوع ده من الاسلحه. وبعدين يسحب الشيويان الجدع ده من الهواء ويشتغل عليه ككيس ملاكمه، يلا الاولى والثانيه والثالثه والخامسه والعشره بوم واداله الناهيه. وهنا بيسالوا الشيويان ويقول له ايه هل انا قوي بما فيه الكفايه احمي الشيونار ولا لا؟ وهنا كل اللي معايا بيتصدموا ويقولوا المرحله التاسعه ازاي مش كان في المرحله الثالثه؟ وهنا بيقول الكيميائي للشيويان شكله عندك الموهبه بس انا البنت اللي بختارها بتفلتش من ايدي. ويظهر انه في النجمه السادسه من دوزي ويتصدم الشيويان وبعدين بيهجم على الشيويان بلكمه والشيويان بالمثل. ولما يتصدموا المعلم مياو بيمد الشيويان بقوته فبيديله واحده مسحت بيه الارض ريح يلا. وهنا كله يتصدم اللي هو ازاي ده يحصل، حتى الشيون ار شكت في الموضوع. والشيويان نفسه بيسال المعلم يقول له هو انت اللي عملت كده؟ فبيقول له المعلم انت تلميذنا عايزنا اشوفهم وهم بيشلوك. وهنا بيقول له الشيويان انه الادويه بتاعتهم كاسحه السوق وراح توقعهم خالص، وقتها يقدر يدمروا عشيره الشياوي وياخدوا الشيون ار. وبعديها بيمشي الشيويان يسال المعلم بتاعه لو يقدر يمده تاني من قوته، فبيقول له المعلم جسمك غير مستعد عشان يستحمل قوتي، لما توصل للدوزي راح تقدر تستوعب قوتي وتقدر تدمر عائله جيلي كلان. وبعدين نشوف الشيويان متخفي بلبس غريب شكله عايز يغتال الكيميائي، والمعلم بينصحه ويقول له ما يتعلقش كتير بمشاعره، وبمشاعر الحب راح تقودك للهلاك في المستقبل. فيرد عليه الشيويان ويقول له مش مصدق اللي انت بتقوله ده ومش مقتنع. ولسه راح يهجم عليه الشيويان فيوقفه معلمه ويقول له بص شمالك كده. ونشوف الشيون ار جات من الشباك وقعدت قاتل متسلسل على الشباك. وهنا يتصدم الشيويان ويقول الشيون ار ايه اللي جابها هنا؟ فبيقول له المعلم شكلها جات هنا لنفس السبب اللي جابك برضه. وبعدين يشوف الكيميائي الشيون ار وعكس اللي كنا نتوقعه بيجري منها بس هي بتدي
يديله سهمين في رجله ويوجعوه، ويتصدم الشيويان للمره الالف. بس المعلم يقول له ممكن يستخدم الطريقه السريه اللي ترفع قوتها ونظرا لهويتها، ده مش غريب، ويصرخ الكيميائي ده طلبا للمساعده. ولكن لا حياه لمن تنادي يا صديقي. شيون ار عزلت المكان كله بقوتها. ويطلع ايه يا صديقي؟ شيون ار مش هنا علشان خاطر عشيره الشياو، بل ده كله عشان خاطر اهاني الشياويان، وكان عايز يشله. على الحب يا جدعان. واعلم بان لنا في الود صاعقه تردي العدا وتضيقهم عزا حاطما. نحن السند ونحن الدرع في المحن، وللحبيب نكون السيف والمغنم. فمن اراد به سوءا فقد فتح ابواب جمر ستحرق من تجهم. وتديله الشيون ار السهم القاضي في قلبه، وتقول الشيون ار لولا الشيويان انه هيزعل لو دخل. لو كنت جدلت عشيرة جيلي كلان من زمان. يا صاحبي مش قلت لك قويه فشخ، شكلها بسكوتايه بس هتعورك. تقول دلوقتي مفيش مشاكل تاني وتمشي. وده كله مش ملاحظه الشيويان انه مستخبي. ويقول المعلم مع انها شكلها بسكوتايه ولطيفه بس حكيمه وجريئه في افعالها. والشيويان كل شايل همه انه تعب وراح. يا اخي يا كنيله تنيل. يرد عليه المعلم ويقول له لا مجهودك ما راحش على الفاضي. مع انه الشيون ار ما اظهرتش الرحمه الا انها لسه صغيره وما عندهاش خبره. وطلع الكيمياء ده لسه عايش. طلع انه متناول حبب بالدواء كانت سبب انه يكون ما زال على قيد الحياه. لسه هيتوعد لعشيره الشاوي يلاقي الشاويان طلع له وولع فيه بالنار السماويه. وبعدين يهرب الشاويان وهو في الطريق يلاقي الشيون ار مستنياه، وما تعرفش انه الشاويان عشان متخفي وكده. تقول له مين انت وليه كنت مستخبي في الغرفه؟ طلعت مش سهله برضه. وهنا يخلص الفيديو. في الفيديو ده رجعت لك بالجزء الثالث من حكايه الشاويان، ووقفنا في الجزء اللي فات لما الشيون ار قتلت الكيميائي ورحلت، ولكن طلع حي. وبعدين الشاويان راح ولع فيه بالنار السماويه. ولكن قبل ما يموت قال الشاويان عن اكاديميه كنعان التي راح تفتح ابوابها لقبول التلاميذ، وفي الاكاديميه دي نار سماويه من الرتبه ال14. وبعدين نشوف الشاويان هو راجع توقفه الشيون ار، وبتسال عن هويته لانه الشاويان كان متخفي بلبسه ده. فبيرد المعلم بصوته يقول له انه في واحد طلب منه القيام ببعض الامور. فبتساله مين الشخص ده ويرفض يقول. فبتطير الشيون ار في الهواء ومعاها سهم في ايدها. فبيقول لها المعلم يعرف انها قويه ولكن قوتها مش كفايه انها توقفه. ولكن الشيون ار كانت جاده. فبيستسلم المعلم ويقول لها في واحد ضايق وحبيبته فطلب مني كده. فبتعرف الشيون ار انه الشاويان. فبتهدى على طول. فيضحك المعلم يقول لها تغير موقفك خالص دلوقتي. فبتقول له انها عارفه انه السبب انه يغير الشاويان للاحسن، عشان كده هي ممتنه ليه. وكمان تقول له لو كان عندك نيه غدر للشاويان هي راح تقتله. وتقول له عايزاك تعرف ان انا قادره اعمل كده فعلا. وفي الاخر تقول له انه ما يجيبش سيره الشاويان باللي حصل الليله. فبيوعدها وبعدين تمشي. وبيقول للشاويان انه تعب معاه طول الليل عشان في الاخر يتعرض للتهديد من صديقته. ويقول له بعد ما الامور تهدى عايزك تيجي معايا عشان خاطر تكمل تدريب. الحب ما هو الا عائق في طريقك للقوه. والله يا صاحبي الكلام ده حقيقي فعلا. الحب في طريق النجاح ما هو الا عائق. اوصل لحلمك الاول وانجح وبعد كده تتفرغ للحب. وبعدين الشاويان يكسر كل اللي قلناه ده ويقول الحب مش عائق خالص، وكمان لا يتعارض مع ان تصبح اقوى. فبيقول له المعلم هيحصل ايه لو غدروه؟ ايهم ستختار؟ هنا يتردد الشاويان ويطلع بره الموضوع ويقول له على كل شكرا ليك على الليله دي. وبعدين نشوف رئيس عائله جيلي كلان وهو ولده يشوفوا اخر ما تبقى من جثه الكيميائي. ويقول له ولده هل من الممكن تكون عشيره شاو هي اللي عملت كده؟ فبيرد عليه ابوه يقول له الاحتمالات تقول لا. اقوى واحد من عشيره شاو هو رئيسها والد الشاويان، وهو في النجمه السادسه من ده دوشي. ومستحيل يهرب من مهاره الادراك الخاصه بيا. وبعدين بيضحك يقول مش مهم ان كانوا هم ام لا، نقدر نلقي عليهم اللوم وخلاص. وبعدين بيقول لولده انه قاتل الشاويان بالامس وشكله وقوته رجعت. وبعدين يقول رئيس عائله جيلي كلان لولده انه يروح للعشيره الثانيه ويقول لهم فرصه القضاء على عشيره الشاو جات خلاص. وبعدين نشوف المعلم مع الشاويان يكون مجهز له حبه طبيه ويقول له خلاص دي فرصتك انك توصل للدوزي، لو فشلت هيكون من الصعب عليك توصل في المستقبل. وبعد كده يطمن الشاويان ويقول له ان فرصه نجاحه كبيره. وبعدين يتناول الشاويان حبه الدواء ويقول يلا بينا نبدا. وبعدين يتغير المشهد عند عشيره الشاو ونشوف السماء تمطر عليهم اسهم تقتل الكثير منهم. ويدخلوا الاوغاد دول. وبعدين يظهر ولد الشاويان ويقول لهم انتوا عارفين ايه اللي عملتوه ده؟ بيرد عليه يقول له انه الشاويان قتل الكيميائي بتاعهم وهم هيردوا الدم بالدم، ويأمر بالهجوم وقتل الكل. هنا يأمر العم الشاوي الشيوخ بحمايه الصغار والانسحاب ويقاتل هو وحده. ونرجع للشاويان وهو بيحاول يخترق للدوزي والمعلم معاه بينصح وبيشجعه. الشاويان تقدم ويمشي بشكل ممتاز وجرب يخترق للدوزي خلاص هيعملها، بس دول يضربوه بالسهم ويصدوا المعلم ويقطعوا على الشاويان الاختراق. ويقولوا الشاويان انه والده خلاص جرب يموت وهو راح يروح وراه. هنا الشاويان يوقف تدريبه وضربه من المعلم كلهم يطيروا وما يقوموش تاني. ويقف الشاويان بسرعه عشان يحصل والده، بس المعلم بيوقفه ويقول له انت تفتكر نفسك رايح فين؟ لو ما شد الوقت هيكون من الصعب اختراق الدوزي. فبيقول له الشاويان هيفرق ايه لو اخترقت ام لا؟ في الوقت ده هيكون ابويا ودع الحياه. ونرجع لقتال العم الشاو ورئيس عشيره جيلي كلان. وفي الاول باين انهم متعادلين بس رئيس عائله جيلي كلان يضرب العم الشاو ويجيبه على الارض. ونرجع للشاويان والمعلم. فبيقول له المعلم ما تخليش الموقف يضر حكمتك في اتخاذ قراراتك. مستوى ده دوشي عشان تغلب لازم توصل لمستوى الدوزي.
دي عشان تعرف تستوعب اكبر قدر قوه مني. زي ما قلت لك العالم ده القوه هي اللي بتحكي، لازم تكون قوي عشان تحمي الاشخاص الغاليين عليك، ونظرا لمفعول الدواء لسه ما راحش يكمل وما تخليش عيلتك عائق في طريقك. هنا يتعصب الشيوان ويسال المعلم ويقول له هل كان معاك عيله قبل كده؟ فبيفتكر المعلم تلميذه اللي غدره اللي كان كل عيلته، ويكمل الشيوان ويقول له مش عارف ايه اللي مريت بيه قبل كده عشان خاطر تكون بالقسوه دي، مش عارف ايه اللي خليك تقول كده عن ما تخليش عيلتك عائق في طريقك، بس انا اللي عارفه انك غلط، وبيسيبه ويمشي. فبيتعصب المعلم ويقول له انت بتقول كده علشان ما حدش من عيلتك غدر بيك قبل كده، عيله اصدقاء في مواجهه الواقع كل ده هيتنسي، انت ازاي ما خدتش بالك كشخص عديم الفائده في الثلاث سنين اللي فاتوا؟ فبيرد الشيوان ويقول ده ببساطه عشان الثلاث سنين اللي فاتوا فهمت حاجات كتيره، وبيفتكر كل حاجه كان بيضحي بيها ابوه علشانه. والمعلم برضه بيفتكر تلميذه اللي خانه وقتله، ويقول المعلم هل تعتقد اني لا افهم هذا على وجه التحديد لاني تعرضت لخيانه المحبوب تل. والشيوان يسيب له الخاتم ويمشي. نرجع تاني للقتال، وكان قتال شرس، حركات مهارات كل اللي قلبك يحبه، بس المعلم الشيوي ياخد ضربه قويه بيرجع لورا، ولسه هياخد الضربه القاضيه يدخل الشيويان وماسك ولده كرهينه، فيوقف الهجوم. والعم الشيوي يقول للشيوان بتعمل ايه هنا؟ امشي من هنا بسرعه. فبيقول الشيويان لرئيس عائله جيلي كلان انه يسحب رجالته ويمشي، بس بيرد الجاحد ويقول ده ما صدقنا انه اخيرا جات فرصه القضاء على عشيره الشياو، ويقول لابنه سامحني لفعل ذلك ويضرب ضربه قاضيه باتجاه ابنه. فبيسيب الشيويان ابنه ياخد الضربه. والله شتان بين ذلك الاب وذاك. وبعدين بيهجم العم الشيوي ويركنه على جنب، وبيستفرد بالشيويان ويرسل للشيويان ضربه قاضيه، بس يظهر والده قدامه علشان ياخد الضربه مكانه. وفي نفس اللحظه يكون المعلم شايف ده كله، ويكون الموقف يشبه بالظبط مشهد هو وتلميذه، بس اللي ما توقعوش انه الشيويان بيلف وياخد ضربه عن ابوه، والعم الشيوي بيصرخ ويجري عليه بس بياخد ضربه في رجله تجيبه على الارض. وهنا بيشوف الشيويان ابوه بينضرب من غير رحمه، وبعدين بيجي المعلم ويقول للشيويان سيبني اخد مكانك من هنا، وبياخد جسم الشيويان ويلبس لبس تخفي ويدخل يمنع الهجوم عن العم الشياو. ومن هنا ينقلب المفترس لفريسه، هي واحده على الطاير وبرجله يكون متفاسح بيه الارض، ولسه ما خدش نفسه لاقي البوكسات نازله فوق دماغه يمين شمال يمين شمال لغايه وش الراجل بقى زي العجينه، وبعدين يرفع لفوق واحده من هنا واحده من هنا مش مديله فرصه، وبعدين يعرف يخلع ويقول له مين انت؟ ما سمعتش ابدا انه في شخص زيك في المدينه، بس جسد الشيويان مستحملش قوه المعلم كان راح ينفجر. فالمعلم يعمل له درع ويقول له لازم تتقدم للدوزي الان، ويشكر الشيويان ويقول له حتى من غير الدواء هكون المعجزه اللي هيوصل للدوزي في السن ال 11 سنه. وبيفتكر ذكرياته مع ابوه، وده مهما ما يهجم ما يقدرش حتى يخدش درع المعلم. ولسه الشيويان بيفتكر ذكرياته مع كل اللي سخروا منه، ونالان لما جت تفسخ الخطوبه وتضحيات ابوه، واخيرا يخترق ويوصل للدوزي وينكشف عنه القناع ويتصدم رئيس عائله جيلي كلان، ويطلب الشيويان من المعلم انه يقوم بالضربه الاخيره. ويمر الصباح، واخيرا بعد عناء الانتصار لعشيره شياو يفتح العم الشيوي عينه ليشوف الشيويان بيقول له انه معلم رائع وجاء انقذهم وقضى على عائله جيلي كلان. فالعم الشيوي يقول اين هو الان؟ لازم اشكره. فبيظهر صوت المعلم ياو ويقول له شكرا لابنك لانه ساعدني كتير، بس انا هاخده معايا للزراعه. فهنا يوافق العم الشيوي ويشكر المعلم. واللي سال الشيون ار فينها من ده كله هتعرف دلوقتي يا صاحبي، لانه بنشوف الشيون ار واقفه بعيد عشان نكتشف انه في شخص من عشيره الشيون ار جرها بعيد عشان قواعد عشيرتهم تنص انه ما ينفعش تتدخل في شؤون عشيره الشياو، ويقول انه على استعداد ليتلقى اي عقوبه منها. يا صاحب الشيون ار مش من عشيره الشياو اصلا، بس مش عايز احرج عليك. وبعدين يقول لما تتعمقيش في شؤون عشيره الشياو. فبتقول له الشيون ار خليك ممتن انه الشيويان بخير والا. وبعدين يشوف الشيويان مع المعلم ويقول له شكرا، ويقول له انت طلع عندك دم واحساس اهو. فبيرد المعلم يقول انت تقدر توصل للدوزي بنجاح فعلا. هنا يتباهى الشيويان بنفسه شويه ويقول ده بفضل موهبتي طبعا. وبعدين يرجع الشيويان يسال المعلم تاني ليه اخذه كتلميذ. فبيقول المعلم انه مجرد روح عشان جسمه مات، كان من المفترض روحه تموت برضه، بس عشان هو قوي روحه فضلت في الخاتم. وكمل وقال انه مش حابب يفضل على كده حياه افتراضيه، عايز يرجع لجسمه تاني. بس يا صديقي ما تنساش ان كل ده معتقدات خاطئه وملهاش اي صله بالواقع، احنا بس بنشاهد عشان خاطر سيناريو القصه ومتعتها. المهم المعلم بيقول للشيويان فاكر التقنيه اللي بتتطور اللي اخبرتك عنها؟ التقنيه دي اسمها تقنيه اللهب، من الصعب انك تتدرب عليها لانه كل تطور محتاج نار سماويه واحده. انت متخيل الصعوبه دي يا صديقي؟ بيكمل يقول بعد ما تستخدم المهاره دي بنجاح تقدر تستخدم مجموعه متنوعه من اللهب السماوي في وقت واحد لتحسين جسم يقدر يستوعب روح، وبعد ما تحسن الجسم ده اقدر ارجع بشري من اول وجديد بطريقه ما. فبيقول الشيويان النيران السماويه دي مدمره ومرعبه، الشخص اللي يقدر يستخدم نوع واحد فدي نعمه، مين ده اللي يجرؤ على التهام اكتر من نوع؟ فبيرد المعلم يقول انها فعلا خطوره كبيره، بس فعلا اللي هيقدر يعملها مفيش الا عدد قليل جدا في قاره دوتشي اللي هيكونوا خصمه. القوه بس هي اللي هتحكم القاره، فقط بالقوه يمكن للشخص انه يكون عنده كرامه. تمكنت نالان يونان من الغاء الخطوبه عشان وراها عيله قويه اقوى من عيلتك، ولكن قوه عيله شيون ار اكثر رعبا وفتكا من اي عيله. حتى عائله نالان يونان عيلتها بالنسبه لهم نمله تسحقها بسهوله، حتى لو كنت موهوب جدا في الزراعه مش هيبصوا عليك الا لو وصلت فعلا للقوه اللي ممكن تخوفهم، بس عندها تقدر تتجاوز شيون ار وتعمل اللي انت عايزه. هنا الشيويان ملامحه تكون جديه جدا ويقول هل فعلا هتعلمني مهاره اللهب؟ هل هتعلمني نوع القوه دي؟ فبيقول المعلم فقط عندما تتقن المهاره دي هيكون ده ممكن، اما قرار ان كنت هتزرع النوع ده ام لا فده قرارك، انا بصفتي معلمك ما اقدرش اتدخل. فبيقول الشيويان انت بتخيرني وانا عارف انك عايز
عايزني اتعلمها. فبيقول المعلم فعلا اتمنى انك تتعلمها، بس انا تعبت وصبرت كتير داخل الخاتم ده، وكل حلمي الاقي الشخص اللي يقدر يتعلم المهاره دي، وربنا شاء انه اجاب لك. وبعدين بيضحك ضحكه فيها امل ويقول ممكن تعتبر انه ده قصدك كلام قلته. وبعدين يطلع له مخطوطتين ويقول له الحمرة دي سمة من مهارات تقنية دي كلاس. وبعدين عايزك تتركش على الاسماء يا صاحبي والله انا مسميه كده، وبعدين تنساش ان هو صيني. وبعدين بيقول له اما السودا فهي مهارة اللهب، مهما كان اختيارك هتفضل تلميذي ومش هلومك على حاجة. بس شيويان من غير ما يفكر يختار مهارة اللهب، بيقول ممكن فعلا خايف من الموت، بس زي ما انت قلت بدون قوة لا كرامة، ومش عايز اتزل تاني زي ما زلتني نالان يونران. وبعدين حتى لو فشلت في تقنيات تاني ممكن اتعلمها. وبعدين يقول له اسيبك شهر تقعد مع حبايبك وبعد كده هنخرج للتدريب. بعد شهر تقول شيون للشيويان انه فعلا اصبح اقوى، مش بس حصل المركز الاول في اكاديمية كنعان، بل وكمان عرف ياخد اجازة لسنة كاملة. فبيرد يقول انه ما قدموش حل غير الاجازة. اتفاقية 3 سنوات قريبة والاكاديمية واحدة مش كفاية علشان اغلب نالان يونران. هنا شيون بتكون حزينة عشان الشيويان هيمشي ويغيب عنها سنة، فبتقول له انها معاها طرق كتير عشان يغلب نالان. وهنا يبص عليها الشيويان بنظرة كلها حب، وبعدين بيحضنها. شايفك يا سنجل يا بائس اللي عاجبك المشهد، لا فوق يا اخويا ده حتى ولا في الاحلام. المهم يقول للشيويان انه وجد طريقة ليصبح اقوى. بعد ما يوصل لهدفه هيروح لاكاديمية كنعان عشان خاطر يشوفها. وبعدين بيدخل عليهم العم الشياو وشايف ولده بالوضع ده، والمصيبة ما تكلمش ده انا لو ابويا مكانه كنت هسلم على الشهداء. فبيقول له ابوه ايه جهزت نفسك؟ فبيقول الشيويان انه المعلم ينتظره خارج المدينة وهو رايح له دلوقتي. فبيقول ابوه الراجل الحقيقي لازم يطلع يكتشف الدنيا، ولو قابلتك الفرصة روح زور اخواتك الاثنين في مدينتهم بيكتب اساميهم هناك. وبالنسبة لاتفاقية 3 سنوات فيقاطع الشيويان ويقول له دي حاجة لا مفر منها، ولازم الراجل يكون قد المسؤولية. فبيفرح العم الشياو بكلام ابنه، وبعدين بيوضحهم الشيويان. وكده بدأ الشيويان في رحلته للبحث عن اللهب السماوي. ويكون هنا نهاية الفيديو، ارجو انه يكون عجبك، واستنى مني الجزء الجديد. ومن غير كلام كتير يلا سلام.